بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور، مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله حبيت أقول لكم قصة قصيرة حزينة حدثت بالفعل وبتحصل كل يوم مع الناس اللي هم ما يتبعوش النظام المظبوط. إيه اللي حصل؟ جاب لنا واحد في الاستقبال عنده 72 سنة. الراجل طبعا جاي في غيبوبة تامة وعمال يشخر والنفس بتاعه طالع وداخل في الفاضي. طبعا سألنا الناس يا جماعة الراجل ده بياخد علاج لأي حاجة؟ طلع اللي هو بياخد علاج ضغط وماشي عليه بقاله فترة ومنتظم في علاجه ومفيش مشكلة، بس هو حس بصداع من حوالي الساعة 6. هما كانوا جايبين المستشفى الساعة 1 بالليل. حس بصداع من الساعة 6 وألم جامد في راسه، فقاسوا له الضغط لقوا ضغطه 190/120. فيوم السادة الأفاضل يعملوا له إيه؟ يعملوه كركديه ويقعدوا يشربوه في كركديه عشان ينزل الضغط. يعني أنا مش عارف أتكلم إزاي ولا أقول إيه. طبعا الراجل الساعة 12:30 وقع منهم، دخل في غيبوبة تامة. جابوه جري على المستشفى، دخلناه عمل أشعة مقطعية طلع فيه نزيف في المخ. طبعا المنظر كان صعب، وللأسف الراجل توفاه الله رحمة الله عليه. طبعا كلها أقدار مقدرة ما نقدرش نقول حاجة، بس هنا كان في سنة إهمال من الأهل اللي هم سابوا الراجل في ضغطه عالي ورايحين يدوله كركديه عشان ينزل الضغط العالي والتعب اللي الراجل فيه. فأيها السادة الأفاضل، لما يكون الضغط عالي لازم نستشير الطبيب المعالج للمريض، أو نودي المريض للمستشفى يشوفوا الضغط دوت نظامه إيه، خصوصا في الناس اللي هم كبار في السن، أصحاب الأمراض المزمنة اللي هم عرضة يجيلهم جلطات ونزيف في المخ وعرضة يجيلهم جلطات في القلب. ما يروحش يشربوا كركديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.